هنتكلم النهارده عن محمد صلاح. يعني ايه محمد صلاح؟ محمد صلاح النهارده لاعب عنده 33 سنه، جناح ليفربول التاريخي للدوري الانجليزي. ليفربول بدأت تفكر خلاص صلاح مادي معانا سنتين وهيخلصوا في صيف 2027. عايزين نشوف بديل صغير لصلاح يلعب مع صلاح سنه، وبعد كده صلاح اخر سنه خلاص يمشي، وبعد كده هو ياخد مكانه. فبدأ ليفربول يفكر مين الجناح اللي في العالم يقدر يجيب يعني بوتنشال او واعد ان هو يقدر بعد كده يبقى زي صلاح. قعدوا يفكروا لقوا جناح فرنسي كان بيلعب في الدوري الانجليزي في نادي كريستال بالاس، ودلوقتي بيلعب حاليا في نادي بايرن ميونخ. مين الجناح الفرنسي؟ مايكل اوليسي. مايكل اوليسي الجناح ده يا جدعان جامد جدا، وارقامه مع بايرن ميونخ ضربة توقعات. انا عايز اقول لك في الموسم اللي فات لعب 55 مباراة، سجل 20 جون وصنع 23 جول، يعني مجمل مساهماته 43 مساهمة في 55 مباراة. على فكرة ده رقم كويس جدا، رقم جامد جدا. في ناس تقعد تقول ايه اصل ده الدوري الالماني، يعني الدوري الالماني مش قوي قوي. يعني انا معاك في كل ده، معاك مش زي الدوري الانجليزي، معاك في كل ده. بس اللاعب اللي احنا بيه النهارده ده هو لاعب اصلا كان بيلعب في الدوري الانجليزي في كريستال بالاس، وكان عامل ارقام كويسه جدا في كريستال بالاس. ده اللي خلى نادي بايرن ميونخ شجعه ان هو يشتريه في صيف 2024. طب دلوقتي الدنيا على ايه؟ ليفربول فعلا بدأ اتصال شفوي مع نادي بايرن ميونخ ان هو عايز ياخد الجناح، ان هو عايز يشتري الجناح الفرنسي مايكل اوليسي. طب بايرن رد عليه قال ايه؟ بايرن رد على ليفربول قال انا ما عنديش مشكله. اللاعب نفسه متمسك ان هو عايز يلعب في الدوري الانجليزي، يرجع تاني الدوري الانجليزي، وان هو شايف ان هو عمل كل حاجه مع بايرن ميونخ. بالاخص ان هو الموسم ده لعب 9 ماتشات، جاب 7 تجوان وعمل اسيستين، يعني 9 مساهمات في 9 مباريات. عامل ارقام تاريخيه الموسم ده، ارقام خزعبليه، ولو كمل الموسم ده هيقفل بارقام تاريخيه بالارقام اللي هو بدأ بيها الموسم. فليفربول اتفق مع البايرن، فالبايرن قال له ايه؟ ماشي ما عنديش مشكله، بس انا هحتاج ان مقابل الصفقه هاخد 87 مليون جنيه استرليني. ليفربول ما عنديش مشكله في الرقم ده، ليفربول بيجيب اصلا جايب ايزاك برقم خزعبلي. فليفربول رقم الارقام ده عنده بساعة ما بقى يفوز في الدوري الانجليزي كتير، بقى الارقام عنده عادي مفيش مشكله. فهو دلوقتي بيفكر ان هو يبدا يبعت العرض الرسمي عشان يشتري. يعني اللاعب دلوقتي حاليا تحت المراقبه من نادي ليفربول ان هم هل يقدموا العرض الرسمي ولا لا. هو ده كله اتصالات شفويه واتفاق شفوي فقط. طب مايكل اوليزا عنده عروض تانية؟ ده كل انديه اوروبا بتتنافس عليه، كل انديه اوروبا عايزه تتعاقد معاه. اهم نادي واللي هو داخل في الصفقه بقى مع ليفربول يعني ممكن ياخد اللاعب منه هو باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان عاجبه قوي اوليسي، عاجبه قوي مايكل اوليسي، شايفين ان هو هيفيدهم في التشكيله اللي عاملينهم في باريس سان جيرمان، وان هم كلهم دلوقتي طبعا انت عارف باريس سان جيرمان غير جلده، كان الاول بيجيب نيمار وميسي ومش عارف ايه وما عرفوش ياخدوا حاجه، فبداوا بقى يجيبوا ناس متكامله مع بعضها، حكيمي مع ديمبلي، عناصر صغيره بتلعب مع بعضها، كلهم شباب يقدروا ايه مع بعض يعملوا توليفه كويسه جدا. مش نجوم ومش عايز ارجع ادافع، لا مش عارف انا كبرت عليه ما ينفعش اقعد دكه، لا مفيش الكلام ده. باريس سان جيرمان خد نهج او طريق مختلف جدا. وشايف خلي بالك في نقطه مهمه جدا، مايكل اوليسا عنده 23 سنه بس، يعني جناح صغير جدا جدا جدا. ليفربول عايز يجيبه عشان بديل لصلاح، لان صلاح عنده 33 سنه وهيخلص عقده في صيف 2027، وصلاح بنسبه تتخطى 99% هو اخر عقد ليه مع ليفربول هو العقد ده. بعد كده يا شباب هينتقل للدوري السعودي زي ما الاول اتحاد جده فاوضه في صيف 2023 والهلال في صيف 2024، ولا الهلال في صيف 25 اللي فات. انديه الدوري السعودي كلها عايز تتعاقد مع صلاح، فليفربول بيبص من الناحيه دي ان هو يجيب مايكل اوليسي وان هو ما عندوش مشكله في فلوسه. طب مايكل اوليسي عايز ايه؟ مايكل اوليسي عايز ان هو يرجع للدوري الانجليزي في نادي بيلعب في التوب 5 في الدوري الانجليزي. فهو لما جاله ليفربول هو بسط جدا وقال لك انا متمسك وعايز اروح ليفربول، بس ليفربول حتى الان اتفقوا شفويا مع اللاعب ومع بايرن ميونخ. شوفوا بس هو بايرن ميونخ هيحتاج قد ايه، اللاعب قد ايه، بس لسه مفيش مفاوضات جاده. وباريس سان جيرمان برضه دخل برضه في نفس السكه، يقعد بس ايه اللعيب عايز ايه، النادي عايز ايه، اللعيب ما عندوش مشكله، ما عندوش اي حاجه من الكلام ده. وبايرن ميونخ يعني شايفين اللاعب ده هو اللي مكسبهم، وهو عامل معاهم اداء جامد جدا، وهو يعني بصراحه ضارب عامل ارقام مرعبه في بايرن ميونخ عشان دوري الابطال. فاكتب تحت في الكومنت شايف توقعاتك ايه، اكتب تحت في الكومنت هل شايف ده فعلا
مايكل اوليسي هيقدر يبقى بديل صلاح بارقامه التاريخيه والارقام، واحسن لاعب في الدوري الانجليزي سنين طويله، وارقامه بالاخص ان هو بدايته سنه صلاح من البدايه مش احسن حاجه، مش زي الموسم اللي فات، بس صلاح دايما بيفوق في الموسم. فهل شايف ان ده ممكن يبقى بديل صلاح في الفتره اللي جايه، ولا لا ممكن في لاعب تاني من وجهه نظرك يقدر ان هو يبقى بديل لصلاح في ليفربول الفتره اللي جايه، او شايف ان صلاح ملوش بديل؟ اكتب تحت في الكومنت. سلام.